السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم مع فيديو جديد ووصفة جديدة في مطبخ عبد الملك. راح نحضر معكم ان شاء الله هذه الكيكة تاع الشوكولا، سهلة وبسيطة وتجي خفيفة ما تجيش ناشفة، وفي البنة تجي اكثر من رائعة، وراني متأكدة اذا جربتوها ما راكمش رايحين تستغناو عليها. ولا عجبتكم الوصفة ما تنساوش تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس. وراح نبداو ان شاء الله مباشره بالمقادير وطريقه التحضير، ونزيد ان شاء الله حنخلي لكم المقادير في صندوق الوصف. نبداو بسم الله. بالنسبه للمقادير ديروا كامل بنفس الكاس، كيلو به كامل المقادير. لهنا عندي كاس الا ربع تاع السكر، كاس الا ربع تاع الزيت نباتيه، عندي كاس معمر تاع فارينه طحين الابيض، وعندي ربع كاس تاع الكاكاو الحلو، وعندي الكاكاو المر ملعقتين كبار تاع الكاكاو المر بدون سكر، و4 حبات بيض على حسب حرارة المطبخ تجبدوهم يعني مثل الثلاجة قبل ما تخدموا بهم. وعندي خميرة الحلويات، كيس تاع خميرة الحلويات. لهنا كما راكم تشوفوا معايا راح نبدا نضرب البيض قرصة تاع ملح وكاس سكر، ديروه يعني بالباتور ولا بالبيتخان. طلعوا ذاك البيض مع السكر، كي تبدل اللون تاعو ويتضاعف الحجم تاعو بدا وظفوه في الزيت غير بالعقل بهذه الطريقه، ما ديروش كامل على خطره. فوالا حتى تكملوا الزيت تاعكم. زيدوا خلوه حتى يتخلط مليح، حتى الزيت هذاك يدخل مليح في المكونات، يعني خلوه حوالي 3 دقائق هكاك، وطفوا عليه وبداو وظيفوه في المكونات الجافه. كاس تاعنا تاع الفارينه مع الكاكاو الحلو والكيس تاع خميرة الحلويات، مع الكاكاو المر. راح نغربلهم بهذه الطريقة، ونبدأ نخلط غير بالعقل حتى يندمجوا مليح المكونات مع بعض. وما ننساوش ثاني نشعلوا الفوغ تاعنا على 160 درجة، نطلعوا الكيكة تاعنا من الفوق كامل ونشعلوا لها غير من التحت. انا بطبيعة الحال درت المول تاعي، درت له الزبدة ورشيت عليه الفارينة، ورايحة ندير الكيكة تاعي طيب غير بالعقل. قلت نشعل لها غير من التحت لا، ونطلعها الفوق، يعني تطلعوها الفوق كامل باش طيب غير بالعقل وتنتفخ. ومن بعد دخلوا الموس فيها، كي تخرجوا الموس تاعكم ناشف يعني الكيكه تاعكم راهي واجده. لهنا راح نوجد الكراميل تاعي. عندي كاس تاع السكر، نفس الكاس اللي كيلت به المقادير تاع الكيكه، راح نكيل به المقادير تاع الكراميل. عندي قلنا كاس تاع السكر، راح نذوب السكر تاعي بهذه الطريقه، يعني بلا ما تخلطوا بالملعقه حتى تشوفوا الكراميل تاعكم بدات تذوب. السكر تاعكم يعني حتى كي عسوا باش ما ينحرقش، راكم تشوفوا يعني حتى ذاب كامل. ما تغفلوش عليها، بقاو غير تخلطوا فيها بهذه الطريقه حتى تشوفوا ذاب كامل هذاك السكر. زيدوا عليها نصف كاس تاع الكريمه السائله، اي نوع عندكم، ولا ما عندكمش الكريمه السائله ديروا الحليب، ديروا نصف كاس تاع الحليب وفرغوا غير بالعقل. لهنا شوفوا القوام تاع الكريمه تاعكم كيفاش تولي لكم. راح نزيد نخلط، نبقى نخلط بالخلاط يدوي بهذه الطريقه. نبقى نحرك بهذه الطريقه حتى يذوب لي هذاك السكر.
فوالا راهي واجده معايا. راح نزيد دوكا، راح نزيد ملعقه تاع الزبده، ونزيد نخلي الزبده تاعي تذوب ونطفي على الكراميل تاعي. فوالا لهنا راح نخلط. شوفوا الكراميل تاعي كيفاش تجي بنينه بزاف هاد الكراميل. راح نحطها على جنب حتى تبرد، تقدروا تخلوها حتى تدفى، يعني ماشي لازم تبرد معاكم. ولا هنا راح نخرج الكيكه تاعي كما راكم تشوفوا راهي واجده. دخلت الموس تاعي خرجته ناشف، وراح نثقب الكيكه تاعي بهذه الطريقه باش نفرغ الكراميل تاعي من الفوق. ديروها بملعقه تاع العسل ولا باي بحاجه عندكم. ولا هنا بعد ما ثقبتها كامل راح نفرغ الكراميل من الفوق باش تدخلنا الكراميل تاعنا بدوك الفراغات بهذه الطريقه. راح نسقم مليح من الفوق ظهر تاع الملعقه. وراح نزين الكيكه تاعي باش حبيتو زينوها بالمكسرات ولا انا درت لها الشوكولا، ربيت علبه تاع الشوكولا درتها من فوق. وزدت ثاني درت الكراميل طحنتها، يعني ذوبت كاس تاع السكر وحطيت حتى ذاب هذاك السكر، حطيته فوق ورق المطبخ حتى بنشفت بردت. وطحنتها عادي، طحنت هذيك الكراميل ودرتها من فوق، يعني تطيب لنا هايله ثاني للكيكه تاعنا. يعني كما راكم تشوفوا درت الشوكولا وزيد ندير الكراميل، وهذه هي النتيجه النهائيه. بالنسبه للكراميل راح تمد قرمشه وبنه هايله للكيكه تاعنا. يعني حتى الا درتوا المكسرات زيدوا ضيفوا الكراميل. شوفوا كيفاش تجي هايله، يعني تجي البنه تاعها بزاف بنينه، تجي خفيفه وتجي مشربه يعني بلا ما تشربوها، وماش رايحه تجيكم حلوه بزاف. يعني الا جربتوها راح تفهموني. نتمنى ان شاء الله تكون عجبتكم الكيكه اللي حضرتها لكم اليوم. ولا عجبتكم ما تنسوش الاشتراك وتفعيل الجرس وزر الاعجاب باش يوصلكم كامل الجديد اللي نحطه في قناتي ان شاء الله. وشكرا لكم على المتابعه والسلام عليكم.